هل أراد قريلان إعاقة الاقتتال الأخوي أم إشعال فتيله؟ بعد حادث استشهاد 5 من بشمركة كردستان المؤلم في جبل متينة، كنا ننتظر تصريحا متوازنا من مراد قريلان كونه القائد العام لقوات الدفاع الشعبي الجناح المسلح للبككة. فجميع هؤلاء البشمركة الستة الذين استشهدوا الأسبوع الماضي كان استشهادهم بأوامر مباشرة من قريلان، وأن المتهم الرئيسي والمسؤول عن الاعتداء عليهم ومهاجمتهم واستشهادهم كان قريلان، غير أننا لم نسمع منه جديدا يذكر سوى ما اعتاد على تكراره. نعم، تحدث كثيرا وتلاعب بالكلمات والعبارات، غير أنه لم يأتي بجديد إطلاقا. فكلمة قريلان كانت قاعدة تهديدات ضمنية، وكأنه يهدد لو لم تفعلوا ما نقول فسنستمر بضرب البيشمركة. فهو لم يفسر جيدا حادث استشهاد 6 عناصر من بيشمركة كردستان، بل غطى الحادث بسياسة شعبوية وعبارات حساسة، كما أن كلامه كان يضم في ثناياه اعترافات هامة. ولو قرأنا ما بين السطور وخفايا الكلمات لاستطعنا كشف ما خفي من وراء هذه الكلمات من اعترافات له، علاوة على ما اتسم به حديثه من سياسة شعبوية في خضم هذه الأجواء المتأزمة والمشحونة. ما كان طبيعة الاقتراح التركي للبككة؟ خلال حديثه كشف قريلان دون تحديد تواريخ عن لقاءاته مع وفد تركي، فقال قبل عدة أشهر من الآن وعن طريق بعض الأصدقاء أرسل إلينا رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان نفسه رسالة مفادها أعلنوا وقف إطلاق النار في تركيا ونحن لا نتعرض لكم في الأجزاء الأخرى من كردستان. وقد نشرت العديد من وكالات الإعلام وبالأخص روداو الخبر بمنشط عريض وكأنه حدث غريب وعظيم، غير أن الحقيقة هي أنه حادث اعتيادي بل متوقع ووارد. ففي 25 من شباط أعلنت البككة أنها في مباحثات ومراسلات جارية مع الدولة التركية عن طريق صحفي البككة دوغان شاتين، علما أن شاتين هو أحد كوادر البككة المتقدمين ومحل ثقة مطلقة، وهو شخصية يعمل مباشرة بإمرة جميل بايك ومصطفى قراسو. وقد كتب مقالا وفق التعليمات الصادرة إليه من قياداته صرح فيها بأن تركيا العضوة في حلف الناتو في مباحثات مع البككة. كما كشف شاتين أن تركيا قالت خلال الاجتماع تركيا تمتلك قوة اقتصادية قوية باستطاعتها إدامة الحرب مع البككة لل100 عام اللاحقة، كما أنها هددت البككة. بعدها قام كبار قادة البككة بتوثيق أنباء شاتين في تصريحات واضحة. أيهما صادق في قوله، قريلان أم دوغان؟ هناك تناقض واضح بين ما قاله قريلان ودوغان، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا. فهما يعلمان جيدا أن الدولة التركية لن تكشف ما تقوله للعلن، لهذا نرى البككة تنشر خبر هذا الاجتماع في كل فترة بشكل مغاير عما نشرته في الفترة الأخرى، وتجعله موضوعا ساخنا للصحافة والإعلام، غير أن ما يفهم منه وأن الاجتماع حصل. بل الأصدق أن نقول وهل انقطعت مباحثات واجتماعات البككة والدولة التركية منذ عام 99؟ فمما لا شك فيه أنها لم تتوقف أو تنقطع، فلقاءات الدولة التركية والبككة متواصلة لغاية الآن، سواء عن طريق أوجلان أو محاميه أو البرلمانيين أو على مستوى أوروبا. مثال ذلك عندما احتلت تركيا عفرين قال قريلان بعثت كل من روسيا وتركيا وفدا إلى إمرالي، وقد مورست ضغوطات عظيمة على قائدنا هناك لكي نتنازل عن عفرين وننسحب منها، سنكشفها للرأي العام في الأيام المقبلة، غير أنهم لم يكشفوا عنها لغاية الآن، وذلك لكون هذه المحادثات واللقاءات مستمرة ومتواصلة. وإلا هل يعقل أن تقول الدولة التركية للبككة بأنهم إذا أعلنوا وقف إطلاق النار في تركيا فلن تتعرض لهم الدولة في باقي أجزاء كردستان؟ فلا شك من بلاهة هذه الفكرة وعدم معقوليتها. وهل مارست البككة أي ضغوطات على الدولة التركية منذ عام 2016 من خلال عمليات وأنشطة في تركيا؟ قبل كل شيء، هل هناك حرب في تركيا ليكون هناك وقف لإطلاق النار؟ فلم تقم البككة بأي عملية من شأن إضعاف الدولة أو إثارة سخطها، وليس هذا بجديد على الساحة، فقد أخلت البككة كردستان تركيا منذ عام 2017 بالشكل الذي نراه، وهذا
وهذا ما اتفق عليه أوجلان وهاكان فيدان منذ عام 2013. فعندما هاجم داعش مدينة كوباني قامت الاستخبارات التركية بنقل الجريلا من آمد وغارزان وبوطان بالباصات وأوصلتهم لحدود كوباني. فقد انتهى تواجد الجريلا في كردستان تركيا عندما قام آخر باص بنقل الجريلا مع قيادي الباكك جلهات مدججين بالأسلحة والعتاد ونقلهم من آمد نحو كوباني لتقف في محطة استراحة للأكل. آنذاك انتقلت المعارك والحروب من كردستان تركيا، سوى بضعة أعضاء من الجريلا بقوا هناك ليتم تصفيتهم لاحقا في حرب الخنادق. فالجريلا لم تقم بأي عملية في تركيا مذ ذاك. وعقب انقلاب 15 من تموز كانت تركيا تمر بأسوأ أوضاعها الداخلية على الإطلاق، غير أننا لم نجد أي عملية للبكك ضد الأعداء، بل على العكس فقد احتشد أوجلان وحزبه حول سلطة أكابا ومنعوا الدولة من الانهيار والسقوط. فلا نعلم عن أي هدنة وقف إطلاق النار يتحدث قريلان في حال لا توجد أصلا حرب. والآن تمر الدولة التركية في عدة أزمات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، غير أن الباكك لم تقم لغاية الآن بعملية في تركيا أو كردستان تركيا من شأنها أن تدك أركان تركيا، ولن تقوم بها قطعا، بل قام بنقل حربهما لأراضي إقليم كردستان بتقصد ووفق اتفاق مبرم. فهنا أتساءل، أيا ترى هل حقا توصلت تركيا والباكك لاتفاق بهذا الصدد، أم أن تصريح قريلان بأن تركيا طلبت منهم إعلان وقف إطلاق النار في كردستان تركيا اعتراف آخر؟ لماذا لا تقوم الباكك بأي معارك في كردستان تركيا؟ لماذا تدعي أنها تحمي إقليم كردستان؟ وممن تحميه؟ لماذا لا تقوم بالعمليات والأنشطة العسكرية في كردستان تركيا ضد المحتل التركي؟ فيقول قريلان بأنهم يقاومون وفق أساليب جديدة وتكتيكات حديثة بحيث منعنا العدو من التقدم. فيا ترى لماذا لا يتوجهون نحو تركيا ويستخدمون هذه الأساليب الجديدة والتكتيكات الحديثة ويقاومون في جابار وجودي وأندوك وغيرها من المناطق الكردستانية؟ ما هي طبيعة العلاقات بين الباكك والقوات التركية في شيلادزي وكانيماسي؟ لو كانت هناك مقاومة كهذه فلماذا لا نسمع صوت عيار ناري واحد في كردستان تركيا؟ فقد أكد قريلان في حديثه لوكالة فرات للأنباء في الأول من أيار بأن هجومهم ضد القاعدة التركية في شيلادزي كان تحذيريا. قال قريلان بأن الهجوم كان تحذيرا لقوات المحتل المتواجدة في الإقليم بعدم التحرك وعدم التدخل في الحرب، وأنها لو تحركت لأصبحت أهدافا لنا، فنحن نمتلك هذه القوة ونعتقد بأن هذه الرسالة ستصل للجهات المعنية. فقد بعث قريلان برسالة لقوات الاحتلال التركي في إقليم كردستان ما يكشف أن هناك علاقة تجمعهم وتربطهم بالقوات التركية في الإقليم، أي أن الباكك أبرمت اتفاقا بعدم الاعتداء على القوات التركية المتواجدة في شيلادزي وأنهما لن يعتديا على البعض. هل اعترف قريلان من خلال ألفاظه لو كانت هناك هكذا علاقات عميقة بين الباكك وتركيا، فلماذا نرى كل من يقيم الأوضاع يتهم البيشمركة بأن توجههم للمنطقة يخدم الدولة التركية؟ ففي الوقت الذي تتمتع الباكك بمثل هذه العلاقات المشبوهة والمريبة مع الدولة التركية، فلماذا تتهم الكل بالعمالة والتجسس لتركيا وتغير مجرى الواقع؟ فالحرب الدائرة بين تركيا والباكك في إقليم كردستان بلغت لنقطة تنعدم فيها الخسائر من الطرفين، فتركيا وبحجة محاربتها للباكك توسع من أراضيها، والباكك وبمبرر أن أحارب ضد الاحتلال تعظم من قضيتها وتقوي من تمركزها في الإقليم. وعندما تكتمل الصورة بتجمع كافة أجزائها يتضح وبشكل لا يقبل الشك أن الباكك وتركيا ليستا أعداء للبعض إطلاقا. فلو كان مثل ما يقوله قريلان بأن تركيا طلبت منهم هدنة وقف إطلاق النار في تركيا، فيبدو أن الباكك قبلت هذا الطلب، لأننا لا نجد أي عمليات أو حروب هناك. وأما الحرب الدائرة في إقليم كردستان فلا خاسر من ورائها إلا الإقليم نفسه لا غير. مفهوم أقاليم الجريلا في قاموس الباكك. يقول قريلان خلال حديثه بأنهم منحون هذه المناطق عام 95 وفق معاهدة، وفي 2013 سحبنا الجريلا من الشمال لهذه المناطق، والأخ مسعود يعلم بهذا الأمر، فلماذا لم يعترض آنذاك؟
غير أن الحق هو أن هناك الكثير من الحقائق والأحداث التي حصلت منذ ذاك الزمن. فمن أخل بمعاهدة 95 وهدمها كانت الباككة، فبعد عام 2000 قبلت الباككة بممارسة نشاطها السياسي والقانوني وحده في إقليم كردستان. غير أن الباككة تحاول الآن محاصرة إقليم كردستان بالتعاون مع الحشد الشعبي وإيران، وانخرط العديد من مقاتليها في صفوف الحشد الشعبي وينتسبون لها ويتمركزون باسم هذه القوات في العديد من المناطق، كما وتكافح وتحارب مع القوات المحتلة ووفق أجندتها المعادية لحكومة إقليم كردستان، كما وتستهدف حكومة إقليم كردستان ورئيس وزرائها بطريقة مباشرة، وتمارس صنوف أشكال التعذيب بحق مواطني الإقليم، فقد أبكت الآباء وثكلت الأمهات وأحرقت فلذات الأكباد، وانخرطت في السياسة الداخلية في الإقليم لتدفع بكوادرها يحرقون مكاتب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية باسم الشعب، وتنظم التظاهرات ضده، لتأتي بعد كل هذه الممارسات الدنيئة وتقول بأن المنطقة وأرضها لنا. الباككة لا تطالب بأرضها من أي دولة محتلة غازية سوى من إقليم كردستان. الباككة أو جميل بايك أو مراد قريلان لم نرهم طالبوا بأرضهم من أي دولة إقليمية محتلة، غير أنهم يدعون بأن جزءا من أراضي حكومة إقليم كردستان ملك لهم. فالباككة التي تمارس التدريك والتفييس وتحاول التأقلم والاندماج في الأنظمة الكولونيالية لا تفكر أبدا بالانسجام والتأقلم مع حكومة إقليم كردستان، ولهذا نقول بأن جبال كردستان خاضعة لاحتلال الدولة التركية والباككة على حد سواء، فهي لا تسمح لبيشمركة روج بالتوجه لقامشلو، بينما مسلحوها يجولون ويصولون في مركز محافظة دهوق، وهي تستهدف البيشمركة وتستشهدهم، غير أنه لو حمل البيشمركة السلاح في جبال آجري أو ديرسم لأقامت عليهم الدنيا، فلا وجود لاقتتال أخوي على الساحة، لأنه لو تعارك طرفان وتحاربا لكان هناك اقتتال أخوي، غير أن الباككة وحدها هي من تهاجم وتعتدي، وهي من تشعل فتيل الاقتتال الأخوي وتدق طبول حربه. فلب الحقيقة ما قاله البرلماني ريفينك هروري المحتلة قريته عندما قال بأن قريته تتعرض لاعتداءات المحتلين وحروبهم، وأن احتلال أراضي إقليم كردستان احتلال أيا كان المحتل الدولة التركية أم الباككة. فجل حديث قريلان كان منصبا لإخفاء هذه الحقيقة الواضحة والمكشوفة والتي تتجسد في الاحتلال الثنائي الباككة الدولة التركية لأراضي إقليم كردستان.